أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في مملكة سلمانكو اللئيم ابن اللئام. لا زال موضوع الأميرة حصة اللي ضربت عامل الديكور والفنان الفرنسي لأنه صور الشغل اللي سواه في شقتها، وتهديده بالقتل بالمسدس اللي أشهروه فوق راسه، وضربه باللكمات وإجباره على تقبيل قدم الأميرة. لا زال هذا الموضوع يتطور أكثر وأكثر. آخر الأخبار المنشورة، لاحظوا أنا أقول آخر الأخبار المنشورة في الصحف الغربية البريطانية والفرنسية والأمريكية وغيرها حول هذه الأميرة، يقول إن اسمها حصة بنت الملك سلمان بن عبد العزيز حسب صحيفة مترو، بعد ما قالت الصحف إنها بنت الملك خالد. وصحيفة الميل البريطانية أكدت إن الأميرة المقصودة هي حصة بنت الملك سلمان، اعتمادا على مجلة لوبان اللي هي كانت أول من نشر القصة. وسامحوني ترى أنا فرنسيتي ما هي مثل أسبانية سلمانكو. عفوا أنا محكي فرنسي، ولكن خالي درس في جامعة في فرنسا، يعرف بديرتهم جميع الأماكن، علمني الكلمات لكني أنسى. أنا أقدم اعتذاري إني نشرت إن حصة هي بنت الملك خالد، وتبين الحين إنها حصة بنت الملك سلمان اللي معروف عنها تجي لندن وتشيش في كوينز واي وعندها مصايب ثانية. أما حصة بنت الملك خالد ماتت في نوفمبر 2010 وعمرها فوق 60، الله يرحمها ويرحم أبوها. المهم هذه الأميرة حصة بنت الملك سلمان، وحسب ما تقول الصحف أهربت من باريس ورجعت لديارها في السعودية. طبعا ما في أحد راح يوقفها لأن عندها حصانة دبلوماسية، وانقلوا عنها قولها إنها ما سوت شيء غلط. حاشا سمو الأميرة من الغلط، حنا بس اللي نغلط، حنا الغلابة طايحين الحظ اللي نسوي الغلط، خصوصا الغلط على ولاة الأمر قبحهم الله. الصحف البريطانية والفرنسية سبق أن نقلت عن الأميرة حصة قولها اقتلوا الكلب فهو لا يستحق الحياة، وكانت تشاهد الفنان وعامل الديكور الفرنسي يربطون رجليه ويديه مع وبعضهم بالمسدس فوق راسه وتعطي الأوامر، وبعدين رمته زي الكلب برا وما أعطته حتى حقوقه، يجي 20,000 يورو. وأغراضه بعد بقت في شقة الأميرة حصة بنت الملك سلمان، واللي هي قريبة من شارع فروش أفنيو في باريس، والقريبة بعد من المعلم التاريخي المشهور آرك دي ترومف، يعني قوس النصر. طبعا القصة أن الفنان الفرنسي اشتكى عند البوليس ووراهم علامات الضرب في راسه وجسمه. صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم 3 أكتوبر قالت إن الأميرة حصة عمرها 42 سنة، وإن البودي جارد حقها اعتقلوه وأخذوه على المحكمة في الأول من أكتوبر، ووجهت له تهم استخدام العنف والخطف والمساعدة على الخطف. والحارس يقول إنه أخذ أقل الخطوات الضرورية للسيطرة على المارق الفرنسي الفنان، وأكد إنه كان ينفذ أوامر سمو الأميرة اللي كانت حاضرة وتشوف اللي قاعد يصير. وعشان كذا قامت السفارة السعودية في فرنسا وعينت محامي للبودي جارد، وهو لبناني واسمه إيلي حاتم، اللي نفى أصلا وقوع القضية. بس الصحف والقضاء ما قبلوا حجة إن الرسام أخذ صور من الشقة عشان يبيعها على الإعلام، وقالوا للبودي جارد إن من الطبيعي إن الفنان عامل للديكور ياخذ بالموبايل حقه صور للشغل اللي هو أصلا قاعد يسويه في شقة الأميرة. وعموما البوليس الفرنسي دخل شقة الأميرة حصة وأخذوا أغراض الفرنسي، والشغل قايم في المحاكم ذا الحين.
صحيفة التلغراف قالت إن العامل الفرنسي رفض في البداية يبوس قدم الأميرة حصة بنت الملك، فطلع البودي جارد المسدس وشهرها بوجهه، فانصاع وباس رجلين الأميرة. المهم في اللي قالته الديلي تلغراف هو خلفيات الخبر تقول إن هالأمراء والأميرات عندهم مشاكل كثيرة. في أغسطس الماضي يعني قبل كم شهر كانت واحدة من الأميرات في الحديقة المركزية بباريس، وسرق واحد لص من عندها ساعة قيمتها 850 ألف جنيه استرليني، يعني في حدود مليون يورو بس. وهذا الخبر منشور في أونلاين ميل بعد. وقبل سنة يعني في أكتوبر 2015 واجهت أميرة ثانية اتهامات بعلاقات جنسية مع أحد مساعديها، وكانت تتعاطى الكوكايين، وأن ذوق ذا هددت امرأة ما تماشت معها في الاعتداء الجنسي على آخرين في قصرها في بيفرلي هيل في أمريكا. أنا جبت خبر هالأميرة حصة بنت الملك سلمان وحطيت لكم من قبل روابط الصحف اللي نشرت الخبر، وهي من كبريات الصحف بريطانيا وفرنسا وغيرها. يعني القضية ما هي تأليف، والأمراء ما يحتاج واحد يألف عليهم شيء، ما شاء الله عليهم، فضايحهم واصلة ريحتها لأهل السماء مو بس سكان الأرض. ما أحتاج أنا أو غيري نتبلى على آل سعود، وما أحتاج أنا أو غيري أن نضيف بهارات، لأن فضايحهم تلفت نظر أكبر الفاسدين في كيف بالبشر الأسوياء. بس المرتزقة عندهم وجهة نظر ثانية. اسمعوا لهذا الموظف الباكستاني. أما أتكلم عن آل سعود وعن شو يسمونه سعودية، وعن مدري شو وعن بنات سعودية، أوكي، تفضحهم وتقول لهم شيء كلام فارغ من عندك. يومين تجيب فلان أميرة فضيحة أميرة فلانة أو فضيحة أميرة فلانة. يا كلب، يلي ما تسفن عالهم، يا حمار، يا بغل، يا صرصور. والله صرصور أفضل منك، أقل شيء صرصور زين يأكل وساخة وطايح في وساخة. أنت جالس تأكل وساخة وأنت وسخ، أوسخ منك ما شفت يا جربوع. والله أباك تنتبه على شكلك، ملامح شكلك يوم تكلم، يوم تشوف شكلك. في 1% تسوي تيست DNA راح تلقى جراثيمك تكون من يا من بنغلاديش، يا من اسمحوا لي يا اخواني بنغالية، يا من مكان يعني فاشل، يا تلقى جراثيم الفار فيك. تعليقي انا تو على وجهك وعلى الاشكال اللي يحطون كومنتات تو عليهم عن شكلكم اللي ما عندكم غيرة ولا الشرف، ولا ما تعرفون شو العروبة، ما ادري من وين، من اي دولة جايين، ولا تعرفون شو العروبة، ما تعرفون شو العرب، ما تعرفون شو سلالة عرب، ما تعرفون شو المسلمين، ما تعرفون لا اله الا الله، ما تعرفون شو التقوى، ما تعرفون ما لا عندكم ديانة، ولا تعرفون الوطن، ولا تعرفون المكان اللي تعيشون فيه. والله لي شرف اني باكستاني، لكن اموت على دول العرب والدول الاسلامية كلها. اقول لك بالاردو او نتم كديكونغا يمرتم سواده كنت بتشا. من خلال اللي نشرته واللي هو متوفر عندكم على الكمبيوتر، بس استخدموا جوجل وتشوفون. حتى اللي ما يعرف انجليزي يقدر يشوف القصص العجيبة للأمراء. يعني غانم الدوسري ما جاب شيء جديد أصلا. آل سعود سادت الفضايح على مستوى العالم كله، لكن مباحث آل سعود هاجموا مقاطع الفيديو، وكل مقطع أنزله يقولون كذب وتأليف ما هو بصحيح، وكل فيديو ينزل تجيك الشتايم من كل مكان. ما تسمع مثل هذه الشتايم في حياتك، وتهديدات بالقتل بالعشرات يوميا. هذا مع أنهم يقولون إني مريض ومختل، والمريض زي ما تعرفون ما عليه حرج، ومثله المجنون ما عليه حرج. إذا مواطن يفضحهم وينتقدهم يقولون هذا مختل، وإذا فضح أمير من عندهم سبوك وقالوا هالأمير أصلا مريض، مثل قصة عبد العزيز بن فهد، مسكين مريض. والله المرضى أنتوا، وإذا انتقدت قالوا أنت تشتم وتلعن،
وفي نفس الوقت شتايمها ويتعوذ منها إبليس نفسه. وإذا حسينا على ملوك المراخين قالوا إيش لك بالموتى، ما تجوز لهم إلا الرحمة. ومع إن هذا أصلا ما هو بحديث صحيح، هم أنفسهم الأمراء ومباحثهم يشتمون الأموات، يشتمون أبوك وجدك وجد جدك، ويطعنون في عرضك وعرض كل عائلتك. يعني يجادلونك في شيء وهم يسوونه في نفس التعليقات. وهالدبابيس يقولون لك تب إلى الله، وينصحونك نصيحة المنافقين، ويحذرونك من جهنم اللي بتاكل عظمك ما هو بس الحمك. لكنهم ما ينصحون بعضهم بعض عشان يكفون ألسنتهم الوسخة وأيديهم اللعينة عن خلق الله. ما شفنا واحد منهم نصح أمير وقال له فعلك هذا ما هو بزين واتق الله. ما شفنا واحد دبوس يقول لصاحبه عيب عليك اللي تقوله واللي تكتبه في التعليقات. النصح والشتم للعامة والدفاع عن الأمراء المجرمين وتمجيدهم هو شغل المباحث الخبثاء. باقي عندي سؤال لهالكلاب اللي يطعنون في عرض كل من انتقد أسيادهم المراخين. تدرون أن هذه الأميرة حصة بنت الملك سلمان عندها بوي فريند؟ وتدرون أنتم وش يعني بوي فريند؟ والعياذ بالله كويك فيكس، لكن ممنهجة ومخطط لها. لكن المصيبة ما هو أن الأميرة عندها بوي فريند، المصيبة أن البوي فريند حقها ما هو مسلم، يعني مشرك. هذه خطيرة جدا. والأخطر من هذا أنه ما هو مختن. روحوا بس لا تتكلمون عن الشرف يا عديمي الشرف والأخلاق والضمير. لا أبوكم لا أبو اللي جابكم. أنا أحذرك تحذير وللمرة الأخيرة، أقسم بالله لو تتجاوز مرة أخرى على بنات آل سعود، أقسم بالله لا أخليك تتمنى أن الأرض تبتلع. أما أنك تتجاوز على بنات آل سعود فأنا أقسم لك بالله العظيم لا أجعلك تتمنى أن الأرض تبتلع. فهذا آخر تحذير لك يا ابن الحسينيات، ما راح أقول أكثر من هذه الكلمة. يا محمد بن سلمان، أنت مشغول بالضرائب وشفط جيوب المواطنين ومسوي فيها أنك عفيف وما تصافح النسوان. لأن أبوك أنت ما تشوف أختك وش تسوي؟ لأن أبوك أنت ما عندك غيرة؟ هذه آخرتها بوي فريند وبوس جزمتي. الشرها والله ما هو عليها، الشرها على أبوها اللي ما عرف يربيها ويربيك معها. انقل على أبوك لا أبو من جابك. وبعد هذا جايني هذا الجيزاني التافه يبي يربيني. روح ربنا آل سعود اللي مالهم والي. يا غانم يا ويلك مني ويلاه، بالعصا هذه راح أربيك. أنت قليل تربية وقليل حياء وتعصى ولاة الأمور. ومعليش يا أبو فهد حسابه عندي لا أوريك يا غانم وأربيك. ما عليك من السوري والباكستاني، ما لك إلا الجيزاني يربيك أحسن تربية. لحظة يا أخواني، لحظة قبل ما تروحون. حنا محاربين من سلاتيح المباحث وجيشهم الإلكتروني من زمان. ما فيه فيديو إلا ويشتغلون عليه الدبابيس بالديسلايك حتى يموت ولا يشوفه أحد. وما فيه فيديو إلا يشتكون عليه ويقولون لليوتيوب احذفوه. وشكوى MBC والتلفزيون السعودي علينا كل يوم شكوى، ويقولون حنا ناخذ من عندهم. ولكن ولا واحدة كانت مخالفة للقانون. وقد سبق أن عطلوا عشرات الفيديوهات وأغلقوا قنوات لنا كثيرة على اليوتيوب. لكن يمكن يستجيب لهم اليوتيوب من كثرة الضغط بأي حجة حتى لو كانت واهية. تصدقون إن فيديو البكر بن لادن اقتلوه بسبب إنهم خلوا عليه ايج ريستريكشن، يعني ما يشوفه إلا اللي فوق 18 سنة واللي عندهم حساب في اليوتيوب. أبي أقول للمشاهدين حنا باقيين في اليوتيوب وفي غيره، سواء سكروا محطتنا أو ما سكروها، ولكن في أي حالة تقدرون تتابعونا على الفيسبوك والحساب هذا هو طالع قدامكم.
حط جي المصارير، facebook.com/جي المصارير. وإلى هنا أحييكم أنا غانم الدوسري قاهر آل سعود، وأترككم في رعاية الله والإقصاء المراخين، أليس كذلك؟